النهاردة أنا هكلمكم على واحد من ملوك الصنعة، ملك الحلاوة الطحينية في مصر. شريف عارف مصر، صفحات يقلبها معكم الكاتب الصحفي شريف عارف. بعد ثورة 1919 زي ما كانت الناس بتنادي بالاستقلال التام، كانوا برضه بينادوا بالاستقلال الاقتصادي. والاستقلال الاقتصادي دي كانت معركة كبيرة لا تقل عن الاستقلال السياسي. وهنا ظهر مجموعة أو تيار بيتزعم فكرة الاستقلال الوطني الاقتصادي ومقاومة كل ما هو مستورد. فكان بيظهر لفظ المصور المصري، المنتج المصري، صاحب التيار المصري، المهم ان يكون فيه منتج مصري. من ضمن الناس دي واحد مهم جدا اسمه محمد أفندي حسين الرشيدي، وده كان صاحب أكبر فابريكا لإنتاج الحلاوة الطحينية في مصر. الفابريكا دي كانت في منطقة سراي الرزنامة، وسراي الرزنامة دي كانت موجودة في السيدة زينب، أو تحديدا في درب الجماميز. محمد أفندي حسين الرشيدي استطاع أن يصد تيار الحلاوة الواردة من الخارج، لدرجة أن الصحف أشادت بمحمد الرشيدي. بالمناسبة محمد الرشيدي هو الرشيد الميزان الآن.